السلام عليكم الحباب، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيك لذيذ بزاف، مذاق ديال البرتقال والصلصه ديال البرتقال. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي كومونتير ديالكم باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ومنها انكم تدعموا هذا المحتوى اللي صراحه نتمنى يكون ناجح ويكون عجبكم ان شاء الله. تابعوا الفيديو ان شاء الله وتشوفوا المكونات اللي استعملت في هذا الكيك. اول حاجه غادي نصايبها هي المول. غادي ناخذ ملعقه ديال الزبده وغادي ندهن بها المول تنوصل لها لجميع الاطراف، وغادي نضيف ليها ملعقه ديال الدقيق وغادي ندردر مزيان على المول، وغادي نخليه على جنب وندوز نصايب الخليط. غادي ناخذ البيض اللي كيكون حجم الام. غادي ناخذ كميه ديال 6 ديال البيضات، ومن بعد غادي نضيف ليهم كاس ديال العنبه ديال السكر، تقريبا 200 غرام ديال السكر. غادي نطرب مزيان المكونات كي كتشوفوا معايا. غادي نضيف لها واحد الرشه ديال الفاني، ممكن تستغناو على الفاني. هنايا غادي نطرب مزيان حتى نحصل على الغرغوه ونحس ان داك السكر داب ليا في البيض، تجانس مع البيض. ومن بعد غادي نضيف الزيت النباتيه او زيت المائده، تقريبا كاس النباتي، كاس ديال العنبه عامر ديال الزيت، ما عامرش بزاف. نحاول انني نقص من الكميه ديال الزيت. ممكن تضيفوا كاس كامل، انا كنحاول انني ما نزيدش بزاف الكميه ديال الزيت لان بالنسبه لي ماشي صحي. هنايا ممكن تعوضوا الزيت بالزبده. تقريبا خديت 150 مليلتر ديال الزيت، يعني كاس ما عامرش، كاس ديال العنبه ما عامرش بزاف. غادي نضيف ياغورت طبيعي تقريبا 100 غرام. ما غاديش نديرو كامل، غادي ندير 100 غرام منه تقريبا. وإلا بغيتو تضيفوا علبه كامله ديال 125 غرام. وغادي نضيف تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال قشره ديال الحامض. وغادي نضيف عصير ديال البرتقال، تقريبا كاس وعامر مزيان، كاس ديال العنبه عامر ديال البرتقال. وغادي نضيف الدقيق. غادي ناخذ 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق، يعني تقريبا واحد 400 غرام ديال الدقيق، اللي هي 4 ديال الكؤوس ديال العنبه. وغادي نضيف على حسب الكميه. انا مور هادشي ضفت تقريبا واحد نصف كاس اخر. وغادي نضيف ليه 16 غرام ساشي، جوج ساشيات ديال 8 غرام، اللي هي 16 غرام ديال خميره ديال الحلوى. وغادي نغربل الدقيق والخميره ديال الحلوى حتى يتجانسوا، ونخلط حتى يتجانس ليا المكونات مزيان، ونحصل على عجين يعني متوسط، ما ناشفش بزاف وما جاريش بزاف، يعني متوسط. وملي غادي نحرك مزيان غادي نضيف ليه ملعقه ديال بيكربونات الصوديوم، مع ملعقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم، وملعقه ديال الخل. غادي نحرك الخليط مزيان باش يتجانسوا ليا داك المكونات كاملين. ومن بعد غادي نضيفو المول. من بعد ملي غنديرو في المول غندخلو الفران. الفران اللي كيكون سخون على درجه 175 من تحت فقط. وغادي ندخلو تقريبا 185 درجه، يكون ساخن، ولا 75 ولا 185 سمحوا لي. غادي نخليه حتى يطلع الكيك ويتنفخ ليا. عاد غادي نشعل ليه من الفوق ومن التحت ونخليه يطيب. ولكن حذاري انكم تخليو الحراره مش طالعه بزاف لانه غيتحرق ليكم. دائما ما تحلوش الباب ديال الفران حتى يطيب الكيك. هنا كتشوفوا معايا خديت عصير، 2 كيسان ديال العصير ديال البرتقال، ضفت ليهم 2 معالق ديال السكر، و2 معالق ديال النشا ديال الذره او المايزينا. وغادي نحركهم على النار هادئه حتى نحصل على كريمه ديال البرتقال كي غتشوفوا معايا. وغادي ملي غادي يطيب ليا الكيك غنخرجو من الفران، وغادي نضيف ليه الكريمه ديال البرتقال. غنزينها بهذه الطريقه كتشوفوا معايا في الفيديو. وهذا هو الكيك اللي كيعجبني، وصراحه هو ماوي بزاف، وفي المنظر ديالو جميل بزاف. في المنظر ديالو الدنيا كلها كيعجبني. فناء.
لا تبقى. نتمنى الإعجاب ديالكم وتخليو لي والآخرة الكومونتير باقية. ديالكم ما وتشاركوا يكون الفيديو للدنيا ديالي مع من الحباب عمل ديالكم أو وصحابكم أمل إن شاء يفنى، الله. نخليكم في أمان وما الله. يكون للآخرة من عمل